وأفتخر أنا طائفي. تفتخر طائفي؟ لأنه مو عيب أن تكون منتمي إلى طائفتك. أكو ناس تنتمي إلى أحزاب، واحد يقول أنا شيوعي، واحد يقول أنا بعثي. واكو ناس تنتمي إلى أفكار، واحد يقول أنا ماركسي، أنا ليبرالي. ناس تنتمي إلى قوميات، يقول أنا عربي، أنا كردي. وناس تنتمي إلى أديان، أنا مسيحي، أنا مسلم، أنا بوذي. فلا بأس أن تكون أنت منتمي إلى طائفة وتمثلها وتعبر عنها. تفسير الطائفي هو اللي يقتل. في الدستور العراقي اكو تعبير بهذا الخصوص يمنع التطهير الطائفي، بس اذا انت طائفي وما تكره الطوائف الاخرى وما تحارب الاديان الاخرى وما تضطهد المختلف عنك، وهذه طبيعه التشيع. التشيع باصله هو تشيع يتعايش مع المكونات الاخرى. رحله امير المؤمنين عليه السلام من الحجاز الى العراق، الهدف العميق فيها كما انا اراه هو الاقتراب، أو سعي أمير المؤمنين للاقتراب من الحضارات وأبناء الحضارات البابلية والسومرية والآشورية.